لو النهارده كلنا خارجين مع بعض وكلنا فاكرين ان الخروجه دي هي اللي بتعمل لنا نوع من البهجه وبنتبسط وبنهيص وبنشوف بعض وكل حاجه، وعندنا حد من الشله انا مش جاي، يا حبيبي تعال، لا انا مش جاي، يا سيدي تعال، لا انا مش جاي، انزل بقى، لا انا مش جاي، فنقعد احنا بقى على العشاء، ده مكتئب، ده قلقان، ده محبط، ده مش عارفه ايه. اكتشلي الموقف ده حصل معايا انا شخصيا يعني. طب يا جماعه يلا ناخده كده فيس تايم ولا ناخده مع بعضينا كده فيديو كول ناخد بيده زي ما بيقولوا، يعني لو هو قاعد مكتئب في البيت ناخد بيده. يا جماعه كلمناه لقيناه قاعد منسجم جدا 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 وفشار وقاعد بيتفرج على فيلم هو بيحب يتفرج عليه. فلما سالناه هو انت ما نزلتش معانا ليه؟ قال عشان انا كنت محتاج ان انا اقعد اتفرج على الفيلم ده لانه وحشني اشوفه، انا شفته كذا مره بس وحشني اشوفه وكنت عايزه اقعد اتفرج عليه. اذا هي اولوياته كانت مختلفه عن اولوياتنا، واحنا غلطتنا ان احنا تخيلنا انه لازم تبقى اولوياته زينا، خروج وفنفنه واكل وضحك وهزار. هو بالنسبه له اولوياته ان هو كان ياخد له ساعتين 3 مع نفسه يتفرج على التلفزيون ومش مكتئب ومش متضايق وعامل فشار وملونه وحاطط عليه بيناتس، مبسوط. احنا اللي ساعات بنبقى بنرهق اللي قدامنا او بنديله صفات او بنتخيل ان هو متضايق، هو مش متضايق، هو هي دي طريقته في ان هو يبقى مبسوط.